مع توسع أوكرانيا في حملتها بعيدة المدى بتواجه تحدي. الحملة دي فعالة، بس أوكرانيا محتاجة طيارات مسيرة أكتر تصيب أهدافها وتواجه دفاعات روسيا الجوية، لأن كتير من طياراتها بتتدمر أو بتتشتت بسبب الدفاعات دي. كل ما دفاعات روسيا الجوية بتكون أضعف، كل ما روسيا هتتحرق أكتر. هي فكرة بسيطة، ودلوقتي المملكة المتحدة قدمت لأوكرانيا الحل لمشكلتها. مش هتصدق، المملكة المتحدة أدت أوكرانيا سلاح جديد بتصميمها زي سحر هاري بوتر، وده هيبقى السلاح الكبير في الحرب. أوكرانيا دلوقتي ممكن ترجع روسيا للعصر الحجري. ليه؟ ستون كلوك جاية. في 26 يوليو التلغراف قالت إن رئيس وزراء بريطانيا الجديد أندي بيرنهام كشف إنه حيمضي اتفاقية جديدة مع رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي. الاتفاقية دي هيتم توقيعها خلال اجتماع بينهم في ترسانة بحرية. ده دليل إن دعم المملكة المتحدة لأوكرانيا في الدفاع عن أراضيها ضد روسيا لسه ثابت حسب بيرنهام، وفي اتفاقية جديدة جاهزة للتوقيع. المهم في الموضوع المهم هو اللي أوكرانيا هتاخده. بموجب الاتفاق ده أوكرانيا هتستلم أجهزة تشويش إشارات متطورة بريطانيا طورتها مخصوص علشان تدمجها في سلسلة جديدة من أسلحتها اسمها ستون كلوك. الأجهزة دي بتخلي الطيارات المسيرة والصواريخ الجوالة الأوكرانية القادمة صعب تتكشف بأنظمة الدفاع الجوي الروسية، زي عباءة الإخفاء بتاعة هاري بوتر للأسلحة. ده اللي بريطانيا وعدت تسلمه، بس الموضوع أعمق من كده بكتير. بريطانيا مش بتسلم بس شوية ستون كلوك وخلاص، أوكرانيا هتاخد رخصة علشان تنتج أجهزة التشويش العبقرية دي بنفسها. ستون كلوك مش جديدة على أوكرانيا، المملكة المتحدة قدمت آلاف أجهزة تشويش الإشارات لأوكرانيا، ومع ذلك حتى الآلاف دي مش كفاية. حملة أوكرانيا بعيدة المدى زادت جدا في 2026، وده خلاها تطلق عشرات الآلاف من الطائرات المسيرة على روسيا والأراضي المحتلة. ده اللي أوكرانيا محتاجاه، عشرات الآلاف من ستون كلوكس عشان يواكبوا العدد الضخم من الطيارات المسيرة اللي بيطلقوها. بالاتفاقية دي أوكرانيا هتحصل على حقوق الملكية الفكرية للتكنولوجيا دي، وبتنتجها بكميات كبيرة يمكن على نطاق ما تقدرش المملكة المتحدة نفسها تديره. قبل زيارة زيلينسكي بيرنهام وضح سبب قراره. بريطانيا واقفة جنب أوكرانيا كتف في كتف، ودعمنا ليهم ثابت ومش هيتغير. لازم روسيا تعرف عزيمتنا وإصرارنا، واحنا مش هنتراجع لحد ما نحقق سلام دائم لأوكرانيا، قال بيرنهام قبل ما يضيف ستون كلوك أفضل ابتكار بريطاني وتجرب فعلا في الخطوط الأمامية، وهيكون ضروري لحماية أمننا في البلدين. الرسالة دي كانت بوتين. قريبا الطيارات المسيرة والصواريخ الأوكرانية هتبقى غير مرئية ومفيش حاجة يقدر يعملها. بريطانيا بتحاول تثبت إنها مع أوكرانيا، وده ضربة قوية لبوتين اللي بيحاول يفرق أوروبا. في جانب من المصلحة الذاتية في الاتفاق الجديد ده، أوكرانيا هتصنع وحدات ستون كلوك، وفي المقابل المملكة المتحدة هتجمع بيانات عن النشر واسع النطاق لجهاز التشويش اللي أثبت فعاليته على الخطوط الأمامية في أوكرانيا. قادة الجيش البريطاني قالوا حيجمعوا بيانات عن أداء ستون كلوك لما يتنشر بشكل واسع. المملكة المتحدة هتستخدم المعلومات دي في تطوير الصواريخ والطائرات بدون طيار الجديد، وعايزة تشوف النسخة الحالية من جهاز التشويش شغالة ازاي عشان تدمج ستون كلوك في مشروع بريكستوب، واللي هو صاروخ كروز منخفض التكلفة مرتقب. وكمان متخيلين انه المملكة المتحدة وأوكرانيا هيستخدموا بياناتهم لتعديل ستون كلوك، وده هيخليه أكتر فعالية قدام الدفاعات الجوية الروسية. الاتفاق الجديد ده مهم جدا لأوكرانيا، والأسباب كتير هنتكلم عنها قريب، بس الأول السؤال الكبير، ايه هو ستون كلوك بالظبط؟ ستون كلوك جهاز تشويش جديد بيتحمل على الطيارات المسيرة والصواريخ، معمول يساعد الأسلحة تتخطى الدفاعات الجوية. يورو أكتيف عندها معلومات أكتر. أجهزة التشويش حجمها صغير زي التابلت، ممكن يتركبوا على السلاح اللي أوكرانيا هتطلقه. بيشتغلوا بالتشويش على الإشارات اللي بتستخدمها أنظمة الدفاع الجوي عشان تقدر تتبع وتستهدف المقذوفات الأوكرانية. نقدر نفترض إن ستون كلوك مش بتأثر بس على نظام الدفاع الجوي نفسه، وكمان على الرادار المتوصل بالنظام. بعيد عن كده احنا مش عارفين كتير غير مجرد تخمينات. ستون كلوك بيستخدم تشويش على الترددات الراديوية عشان يصعب اكتشاف المقذوفات. مفيش بيانات رسمية منشورة، بس نقدر نفترض ان ده بيشمل ترددات رادارات الانذار المبكر والتتبع الروسية. اوكرانيا لازم تقدر توفر مكونات اساسية لصناعة ستون كلوك بنفسها، ودي بتشمل اشباه الموصلات، المضخمات، وحدات الترددات الراديوية. واوكرانيا شكلها قادرة توفر الحاجات دي لاسلحتها التانية. المفروض مش هتلاقي صعوبة في الحصول على المكونات دي. عدد المكونات اللي تقدر تشتريه ممكن يحدد اجهزة ستون كلوك اللي اوكرانيا هتصنعها، بس دي مشكلة مستقبلية. دلوقتي
أوكرانيا فرحانة إنها حصلت على حقوق تصنيع جهاز يفرق كتير في حربها ضد روسيا. قبل ما نشرح سبب الفرق، افتكر إنك بتتفرج على برنامج الشؤون العسكرية. لو عجبك اللي بتشوفه على قناتنا، افتكر تشترك وتفعل جرس الإشعارات علشان ما يفوتكش أي تحليل من تحليلاتنا لأحدث الأسلحة اللي بتستخدمها أوكرانيا. خلينا نبدأ بالشيء اللي ستون كلوك هيواجهه، الدفاعات الجوية الروسية. مع إننا اتكلمنا كتير على القناة دي عن قد إيه الدفاعات دي فاشلة، لأن مشغلي الدرونز الأوكرانيين قدروا ينفذوا مئات الضربات ضد أهداف روسية في سنة 2026، بس لسه الدفاعات دي مشكلة. لو صدقنا روسيا، عدد أكبر بكتير من الدرونز الأوكرانية بيتم التصدي ليه مقارنة باللي بيوصل فعلا للمكان اللي أوكرانيا عايزاه. مثلا الجزيرة بتقول إنه وزارة الدفاع الروسية ادعت إنه الدفاعات الجوية دمرت 571 طيارة بدون طيار أوكرانية في هجوم ليلي واحد امتد ليوم 24 يوليو وقرب نهاية 2025. دراسة المعهد الملكي للخدمات المتحدة قالت إن أقل من 10% من الدرونز اللي أوكرانيا بتطلقها بتوصل لهدفها. لو ده لسه الوضع بعد أكتر من نص سنة مش واضح، المهم هنا إن أوكرانيا عايزة ضرباتها بعيدة المدى تبقى أكثر فاعلية من دلوقتي. مهاجمة الدفاعات الجوية بشكل مباشر بتساعد في خلق ممرات جوية آمنة للطائرات المسيرة والصواريخ. هدف أوكرانيا دلوقتي تحقيق نجاح أكبر. لو أوكرانيا أطلقت 600 طيارة مسيرة و20% أو 30% منهم أصابوا أهدافهم، إيه اللي هيحصل؟ ده اللي قرار بريطانيا بخصوص ستون كلوك ممكن يتيحه لو أوكرانيا قدرت تنتج الأجهزة دي بكميات كبيرة وتركبها على أغلب المقذوفات إن لم يكن كلها اللي بتطلقها على روسيا والأراضي المحتلة. ساعتها يبقى عندها عامل مضاعف للقوة فعلا. فكر في معنى ده لهجمات أوكرانيا على المصافي اللي فعلا فعالة. في 25 يوليو أوكرانيا شنت هجوم تاني على مصفاة يومين اللي بتبعد 1000 كيلومتر عن حدودها. الهجوم تسبب في حريق. الحريقة دي كانت هتبقى أكبر بكتير لو عدد أكبر من طيارات أوكرانيا المسيرة قدروا يعدوا الدفاعات. في كمان فوائد لأوكرانيا من ناحية تكلفة الضربات دي. رغم أن طيارات مسيرة وسيلة رخيصة للضربات البعيدة، إرسال أسراب من الطيارات بدون طيار اللي عمرها ما بتوصل لأهدافها لسه معناه أن أوكرانيا بتصرف عشرات لو مش مئات الآلاف من الدولارات على الفاضي في كل هجوم. وبرضه ستون كلوك ممكن يغير ده. كل حسابات استراتيجية ضربات أوكرانيا هتتغير بسببه، وتأثيره على روسيا يودينا للسبب الثاني اللي بيخلي اتفاقية ترخيص ستون كلوك مهمة. استراتيجية المدى البعيد اللي بتتوسع وبتشتغل كويس دلوقتي بقت قادرة تسبب ألم اقتصادي ونفسي كبير للشعب الروسي اللي حاسس بتأثير حرب عمرهم ما توقعوا توصل لبابتهم. وقت غزو روسيا لأوكرانيا في أوائل عام 2022 ما كانش حد يتخيل إن الطيارات المسيرة والصواريخ توصل 2000 كيلومتر جو روسيا. حتى بعد فشل الغزو الأول وأوكرانيا بدأت تاخد صواريخ غربية، مدى الصواريخ ده كان بيخلي الهجمات تتركز على حدود روسيا وكمان القرم والبحر الأسود. لو جينا ل 2026 الوضع مختلف جدا. أوكرانيا بقت تقدر تضرب أهداف بعيدة المدى. زي ما شفنا في يومين بقت بتنفذ الضربات دي كتير لدرجة أقلقت أكتر الروس هدوء. في تقرير مايو كشفت يونايتد 24 تصاعد حملة ضربات أوكرانيا العميقة في أغسطس 2024. أوكرانيا أطلقت أكثر من 1000 طيارة مسيرة على أهداف عسكرية روسية. في يوليو 2025 الرقم ده زاد وبقى 3000. بس في مارس 2026 أوكرانيا وصلت لحوالي 7000 طيارة مسيرة في شهر واحد، وده كان كفاية يخلي أوكرانيا تتفوق على روسيا في عدد المقذوفات اللي طلقت على أراضي الطرف الثاني. روسيا ما بقتش عندها منطقة هادية في أي مكان مهم، والمناطق الآمنة من طيارات أوكرانيا المسيرة بس في أقصى شرق روسيا واللي بعيدة جدا عن أوكرانيا لدرجة إنها مش مؤثرة تقريبا، غير إنها بتدي بوتين منطقة يقدر يجند منها جنون. في هدف من الضربات دي غير الأرقام. أوكرانيا بتحاول تشل اقتصاد روسيا وبتفكر شعب بوتين إن الحرب اللي بدأها زعيمهم بتأثر عليهم. اقتصاديا الطيارات المسيرة الأوكرانية بدأت تحقق التأثير المطلوب. في تقرير يوم 6 يوليو جريدة التلغراف كشفت إن نص مليون روسي أفلسوا في 2025 بسبب التأثير الاقتصادي للحرب، وأضافت إن البلد دلوقتي بتواجه أزمة بنكية كبيرة، وكمان النمو مش هيجي في أي وقت قريب. وزارة الاقتصاد الروسية اضطرت تعدل توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي أو الجي دي بي لسنة 2026 من 1.3% ل 0.4%، ونفس الكلام بالنسبة لسنة 2027. دلوقتي توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي بقت 1.4% بدل 2.8%. ودي الأرقام اللي روسيا جملتها بنفسها، يعني تقدر تراهن إنه الوضع الحقيقي في البلد أسوأ بكتير. الضربات العميقة اللي بتعملها أوكرانيا كانت سبب كبير في المشاكل الاقتصادية دي، وكمان ساهمت في أزمة وقود في روسيا وصلت لمعظم مناطق البلد وسببت معاناة كبيرة للمحتلين في القرم واللي بقوا معزولين أكتر بسبب الضربات المتوسطة والطويلة.
أوكرانيا بدأت كمان تضرب شركات تبدو مدنية زي وايلد بيرز اللي تعتبر أمازون روسيا. وايلد بيرز مش بريئة زي ما روسيا بتقول. المنصة دي بتبيع طيارات بدون طيار ومعدات ومكونات عسكرية في متجرها. ضرب مخازن الشركة حصل كذا مرة في يوليو زي ما أوكرانيا عملت. ده معناه مليارات الدولارات من البضائع بتتحرق. رجال الأعمال اللي كانوا بيعتمدوا على وايلد بيرز في شغلهم، الضربات اللي تعرضوا ليها كانت مدمرة وقاتلة. وايلد بيرز خبى الأقسام العسكرية من بوابته الإلكترونية. ده بيوضح قد ايه ضربات أوكرانيا بعيدة المدى فعالة جدا. ودلوقتي زود ستون كلوك هنا، ومع وسائل التخفي دي المركبة على الطيارات بدون طيار، الحملة اللي مضرة باقتصاد روسيا وشعبها هتزيد أكتر. أوكرانيا مش محتاجة تزود الطيارات بدون طيار، هتبقى أكثر فعالية بنفس عدد الطيارات اللي بتبعتها بالفعل إلى روسيا. وكمان توقيت صفقة الترخيص الجديدة ممتاز. بعد اجتماع 26 يوليو مع القادة العسكريين، زيلينسكي أعلن أن أوكرانيا جهزت قائمة أهداف عسكرية جديدة في روسيا. النهاردة اتفقنا نكمل عملياتنا وحددنا قائمة الأهداف ذات الأولوية حسب تأثيرها الحقيقي على روسيا وقدرتها على الاستمرار وإطالة أمد الحرب دي. زيلينسكي قال وأضاف: الهدف هو زيادة الضغط على روسيا للجوء للدبلوماسية بتعطيل إنتاج مكونات الأسلحة وتسبب خسائر في النفط وغيرها من الخسائر الاقتصادية، وإرجاع هذه الحرب لأرض يعرفوها كويس. ترخيص وإنتاج ستون كلوك مش هيخلص في الوقت المناسب عشان يأثر على الأهداف دي، لكن هيتم إضافة المزيد في المستقبل. الدرونز بتاعت أوكرانيا مش هتروح في أي حتة، لا هي فعلا رايحة مباشرة لجوه روسيا ومتركبين عليها ستون كلوك، وكمان بشكل منتظم أكتر لحد قلب الأهداف اللي أوكرانيا بتحددها لمشغلي درونز بتوعها. في سبب كمان ليه ستون كلوك هيقلق روسيا، ودي علامة إن أوكرانيا بتتعاون مع شركائها أكتر من توقعات بوتين. وبرجعكم للي روسيا كانت شايفة إن أوكرانيا هتستمر عليه. في 2022 روسيا كانت شايفة أوكرانيا دولة ضعيفة رغم إنها صدت العملية العسكرية الخاصة في البداية. بعد كده كانت عايشة عشان الغرب كان بيبعت مليارات الدولارات أسلحة لأوكرانيا. أوكرانيا اعتمدت كتير على الأسلحة دي في أول سنين الحرب، لكن حصل تحول كبير. في 2022 أوكرانيا كانت بتقبل أي سلاح يعرض عليها، وكانت فعلا متلقية مساعدات، وده كان مناسب لبوتين. بوتين كان بيكره الغرب لأنهم ساعدوا أوكرانيا بسرعة، كان مقتنع إنه يقدر يلاعب قادة الغرب لحد ما يخليهم يسحبوا المساعدات في الوقت المناسب. كل اللي كان محتاجه إنه يصور أوكرانيا كعالة ما تستحقش تعيش. الهدف كان الانقسام. لكن في 2026 أوكرانيا مش الضعيف زي ما روسيا كانت عايزة. بصراحة عمرها ما كانت كده، لكن دلوقتي احنا شايفين نسخة من بلد بقت مساهم نشيط في الدفاع الأوروبي والعالمي بدل ما الدولة تعتمد بس على غيرها للعيش. فكر في معنى إنه المملكة المتحدة تمنح أوكرانيا ترخيص إنتاج ستون كلوك. الموضوع مش بس السماح لأوكرانيا ببناء سلاح، ده اعتراف بحقيقة إن قطاع الدفاع الأوكراني كبر جدا سواء في الحجم أو التعقيد، لدرجة إنه بقى ممكن نثق فيه يبني واحد من أحدث المعدات اللي الجيش البريطاني طورها. اللي بنشوفه هنا هو اعتراف بأوكرانيا كقوة دفاعية صاعدة. قطاع الدفاع الأوكراني اللي كان قيمته $1 مليار في بداية الغزو دلوقتي تضخم لدرجة إنه قدرته بقت فوق 55 مليار. أوكرانيا ما بقتش بس بتستقبل مساعدات دلوقتي، بقت كمان مساهمة. المملكة المتحدة منحت ترخيص ستون كلوك كاعتراف إن أوكرانيا شريك دفاعي مهم زي ما المملكة المتحدة شريك لأوكرانيا. وده النوع من التعاون اللي بنشوفه بيتكرر بوتيرة منتظمة على نحو مفاجئ في 2026. ستون كلوك كهدث تكنولوجيا متطورة من سلسلة تقنيات بيتم منح تراخيص إنتاجها لأوكرانيا. قبل كده أمريكا فجأة أعلنت إنها هتدي ترخيص إنتاج صواريخ باتريوت الاعتراضية لأوكرانيا، يعني واحد من أحدث صواريخ الدفاع الجوي في العالم هيتصنع في أوكرانيا. ديفنس اكسبيرينس قالت في 23 يوليو إن راديسيون المصنعة لصواريخ باتريوت بتتفاوض مع أوكرانيا لإنهاء صفقة الترخيص. فرنسا كمان أدت ترخيص لعدة أسلحة لأوكرانيا في بداية يوليو، وسمحت لأوكرانيا إنها تنتج صواريخ الدفاع الجوي إستر 30 بنفسها، وكمان أطقم قنابل ASM هامر وصواريخ كروز سكالب. الصفقات دي والاتفاقية بتاعت ستون كلوك بتأكد إن أوكرانيا بقت محور أساسي في الدفاع الأوروبي. بريطانيا معترفة بالحقيقة دي، هم شايفين إن في قيمة في إن أوكرانيا تبني جهاز التشويش بنفسها، لأن أوكرانيا تقدر تختبر الجهاز بشكل محدش غيرها يقدر عليه، وكمان تقدر تصنعه بكفاءة لدرجة إن ممكن أوكرانيا تبقى بتنتج أجهزة ستون كلوك لبريطانيا بعد الحرب. المجلس الأطلسي سمى أوكرانيا درع أوروبا، وده له حق. لو روسيا هي العدو اللي أوروبا عارفة إنها لازم تواجهه، أوكرانيا بتعمل الخطة الأساسية وفي نفس الوقت بتدي شركائها وقت ثمين عشان يستعدوا. أما بالنسبة لبوتين، صفقة ستون كلوك بتوضح إنه محاولات بوتين لتقسيم وردع شركاء أوكرانيا فشلت، وده كان ملخص كلام بيرنهام عند إعلان الصفقة. روسيا هتفضل تحاول تفرق،
هي زودت حربها الخفية ورا الكواليس في محاولة جديدة عشان توقف الدعم اللي رايح لأوكرانيا. تم تسجيل تخريب على أراضي الشركاء واختراقات بطائرات مسيرة وعمليات قرب كابلات تحت البحر، حملات تضليل واستخدام الهجرة كسلاح. كل ده المفروض يرهب دول زي بريطانيا لحد ما يبطلوا يعملوا حاجات زي إصدار تصاريح لأوكرانيا عشان تنتج جهاز يضاعف روسيا ويقوي أوكرانيا. الموضوع مش شغال. شركاء أوكرانيا فاهمين كل ده وعارفين إن اليأس هو اللي بيحرك كل حاجة بيعملها بوتين. سلاح بريطانيا اللي على طريقة هاري بوتر هو أحدث حاجة توصل لأوكرانيا رغم محاولات روسيا للإقناع والتهديد، ومش هيكون الأخير. وستن كلوك هينضم لقائمة أسلحة بتكبر باستمرار، وأوكرانيا بتصنعها بنفسها عشان ترجع روسيا للعصر الحجري. واحدة من الأسلحة دي هي إضافة جديدة لساحة المعركة، وبتسبب فوضى بوزن رطل واحد في قنبلة حرارية ضغطية بتعمل مشاكل كبيرة لقوات روسيا. عايز تعرف أكتر؟ طيب اتفرج على الفيديو بتاعنا اللي بنتكلم فيه عن قنبلة RGT 45 الثرموبارية الجيبية بوزن 500 جرام بالتفصيل. ولو عجبك الفيديو ده ما تنساش تشترك في البرنامج العسكري وتفعل جرس التنبيهات عشان تكون من أوائل الناس اللي بتشوف تقاريرنا عن أحدث أسلحة أوكرانيا. وشكرا لمشاهدتك.